بسم الله. هنبدأ نحط قطع اللحم كده في معلقتين زبدة على النار ونديهم صدمة، بس يا ريت ما نحطش اللحمة مرة واحدة، نحطها بالتدريج عشان ما تجيبش ميتها. وهسيبها كده تتحمر في الزبدة لحد ما تاخد لون وتتحمر وتبقى كلها لون واحد. بعد ما اتحمرت اللحمة هضيف لها معلقة فلفل أسمر ومعلقتين أو فصين توم. ممكن تضيفي توم باودر أو بابريكا، البهارات اللي تحبيها. وهشوحها كده مع التوم والبهارات لحد ما ريحة التوم مع البهارات تطلع أشمها. مش هحط لها ملح دلوقتي خالص إلا لما تدخل على سوا. وهشوحها كده شوية، وبعدين هضيف لها مج شوربة أو مية. أنا ما كانش عندي شوربة، لو شوربة يكون أفضل، بس ما كانش عندي فحطيت لها مج مية. وأغطي عليها وأسيبها تشرب المية اللي أنا ضفتها لها ديت علشان تستوي فيها. أنا مش عايزة أسويها سوا كامل، عايزاها تستوي نص سوا بس، لأنها لسه هتكمل سوا في الفرن. وهشوفها من وقت للتاني، لو لسه جامدة أضيف لها مج مية كمان أو مج شوربة كمان لحد ما تدخل على سوا. بعد اللحمة ما شربت ميتها ونشفت خالص هضيف بصلاية متوسطة وأشوحها كده فيها لحد ما البصلاية ما تدبل. وبعد اللحمة ما تكون خلاص اتأكدت ان هي نص سوا هضيف البامية. وبعد كده اضيف عصير الطماطم واسيبهم يغلوا على النار شوية ويفوروا كده فورتين تلاتة. في الوقت دوت احط لها الملح بتاعها اظبطه، واحط لها كمان قرنين فلفل احمر او حسب ما انت بتحبي الحراق، او تقلليها مع فصين توم، او لو مش حابه تكتري التوم تضيفي الفلفل بس انا بقول لكم على الحته دي لان الكاميرا فصلت فيها فما صورتهاش. هسيبها كده تفور على النار شويه، وبعدين هنقلها لطاجن الفخار. في الوقت ده انا مشغله الفرن سخن، وهنقلها للفرن تكمل سوا، وبكده تكون خلصت وبالهنا والشفا.